ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكل متابعيني. لو اول مره بتشوفيني متنسيش تفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد مني. طبعا انتوا عارفين الفيديو بيتكلم عن ايه. الحاجه والقاسه قدامكم اهو. هنعمل قلقاس حلو قوي، من الاكلات المفضله كده في الشتاء، جميله جدا. وهعرفكم ازاي هنفرزها في الفريزر هي والسلق. وهنعملها كده بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه كده هتجيبي بقى حله قديمه عندك، طبق، اي حاجه، هتحطي فيه الخضره والسلق، هتنقعيه كده كويس عشان بيبقى فيه طينه. لازم الخضره ما ينفعش تشطفيها كده في الحنفيه وخلاص، لا بتنقعيها كويس جدا علشان بيبقى فيها طينه. وتسيبيها كده تتنقع كويس وتغسليها كذا مره وبعدين تصفيها. وبعد ما تتصفى بتتقطف العود بعودها، ما بتسيبيش فيها عروق، بتتقطف. انا هوريكم انا بعملها ازاي. كده انا قشرت القلقاسه. انا كنت عايزه اوريكم انا بقشرها ازاي، بس علشان انا اللي بصور. بقطع الحته اللي فوق دي وبثبت القلقاسه في الصينيه، وبعدين بلفها كده وبعملها بالسكينه زي حلزوني، زي ما بتمسكي البطاطسايه كده تقشريها حلزوني. هي قاسيه شويه، عايزه سكينه حاميه، بس واحده واحده وهتتقشر معاكم. تمام. كده انا قشرتها. بصوا، بعد ما تقشروها امسحوها من بره علشان تفضل نظيفه وانتوا بتقطعوها، لان ما ينفعش تتغسل دلوقتي خالص. وبعدين انا صفيت الخضره اهي معاكم. بصوا زي الفل معاكم. اي ورقه مش كويسه بتشيليها. ولازم تتنقع زي ما بقول لكم علشان الطينه، علشان بيبقى فيه ماسكه فيها طينه، ما ينفعش تتشطف كده وخلاص. وبعد ما تتصفى تمسكي بقى ورقه ورقه السلق، تقطعيها تقطفيها هي والكزبره. قطعت كده ال اسمها ايه القلقاسه بتاعتي. قطعتها كده حلقات. على فكره ما تستقلهاش تقولوا ده قليله، قلقاسه واحده. القلقاسه دي كيلو ونص، طبخناها قعدت عندنا يومين. قطعتها كده حلقات وبعدين قطعتها بالطول ده كده عشان البنات اللي مش بتعرف تقطعها. وبعدين هقطعها كده زي ما بقول لكم كده بالسكينه حلقات. على فكرة سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي تعقيد. المادة البيضاء اللي فيها دي النشا اللي بتبقى لزجة فيها، ما تغسلوهاش دلوقتي خالص عشان ما تبهدلش الدنيا كده. لزجة كده. هنقطعها مكعبات زي انتم ما شفتوا كده اهي. بصوا نضيفة ازاي، يعني انا حافظت على نظافتها في تقشيرها وفي تقطيعها. خلي بالكم عشان ما ينفعش تتغسل، هي بتتغسل قبل ما تحطيها في الحلة علشان ما تنزلش المادة اللزجة منها. اتقطعت اهي بالشكل ده. عايزه بقى تشيليها كده في الفريزر، شيليها. يعني انت بتشيلي القلقاس كده، بتجيبي كيس وبتشيليه في الفريزر. كده انا جبت الشوربه بتاعتي غليت، وبعدين عصرت عليها ليمونه زي انتم ما شايفين. ده القلقاس بتاعي اهو. لو انت بتفرزيه بتشيليه في اكياس بالشكل ده، ما تغسلهوش، بتشيليه في الفريزر في اكياس زي انتم شايفين بالشكل ده. ما اتغسلش ولسه. بصوا زي الفل اهو قدامكم. طبعا انا بغسله قبل ما بحطه في الحله. تمام. الليمون اللي انا عصرته في قلب الشوربه ده بيمنع الماده اللزجه تنزل من القلقاس، ويخلي لك الشوربه كده تخينه وسميكه كانك حاطه عليها نشا. طبعا انا هنزل كده القلقاس بتاعي كله والشوربه بتاعتي طبعا لما تغلي وبتتحط عليها ليمون اهم حاجه. على فكره ما بياخدش سوا خالص، ما فيش 5 دقايق ل7 دقايق بتلاقيه استوى. كده اهو على البوتاجاز اهو معايا في قلب الشوربه. طبعا انا شلت الطبقه اللي بتبقى على الوش اللي هو الريم. لان اول ما بتحطيها طبعا بيتفاعل مع الليمون، بيطلع لك طبقه كده زي لزجه بسيطه فوق الشوربه بتشيليها. دي الخضره بتاعتي السلق والكزبره. بقطفها كده. بصوا زي انتم ما شايفين الورقه بورقتها، ما بيبقاش فيها اي عروق خالص، دي اهم حاجه. والكزبره نفس الموضوع، بتقطفيها واحده واحده، ما بيبقاش فيها اي ايه عروق. كده بصوا انا بشيل اهو الزوجه اللي بتطلع منها بس عشان ما تبهدليش الشوربه او تتقلها او كده. بشيلها كده واحده واحده لحد ما تبقى صافيه خالص. ومفيش اهو. بصوا استوى على طول، ما بياخدش 5 دقايق في السوا خالص، بيبقى زي العسل. وما تسيبوش كتير على النار علشان ما يتهريش منكم. كده هنروح بقى للسلق بتاعنا. كده انا جبت انا حطيت بستخدم زيت الصراحه. شوفي انت لو عايزه سمنه زبده براحتك. تنزلي كده بالسلق بالكزبره عليها لحد بس ما تدبل، تشويحه بس. في ناس بتحطها كده على البوتاجاز لحد ما يتحمر وتلاقيه ايه خرفشت كده منهم، وبعدين ايه بيطحنوها كده بايد الهون. ماشي. لا انا ما بعملش كده علشان القلقاس بتاعي يبقى اخضر كده وحلو. بدبل السلق
مع الكزبره، بدبلهم كده على النار زي انتم ما شايفين. وفي تكايه كده بسيطه بيخلي لك طعم السلق كده ايه، زي العسل، مش هتلاقيها عند اي حد تاني. انا بعملها كده مخصوص. بجيب فصين توم، هتشوفوها دلوقتي. بجيب فصين توم بالعدد، بحطها كده مع السلق وبخليه كده ياخد لون. وهقول لكم بقى نعمل ايه. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. انا بقول لكم على كل اسراري وتكاتي وتفاصيلي في الطبخ. كده هخليه كده ياخد كده لون، وبعدين هقلبه كده مع السلق. وبعدين هاخد السلق بتاعي على الخلاط بشويه شوربه. دلوقتي انا عملت زي طشه تومه، الفيديو ده وقع مني، عملت طشه تومه كده وعملتها على السلق، وبعدين ضربت السلق اللي انا عملته على البوتاجاز بشويه شوربه. بصوا شكله. وهقلبه كده على القلقاس، وكده القلقاس بتاعنا خلص وبألف هنا وشفا. طريقته سهله جدا، وهقول لكم انتوا تشيلوا السلق في الفريزر ازاي. ضربت اهو، بصوا زي انا بقول لكم. بصوا انا نسيت اوريكم اصلا قبل ما احطه في اخر معلقه في الخلاط، قلت اوريها لكم. بصوا تقله بجد طعمه بجد تحفه. انتي بتضربيه في الخلاط، لو عايزه تشيليه بتحطيه في اكياس وفي الفريزر مع القلقاس اللي انا وريته لكم في الفيديو. بتشيليه في الفريزر تطلعي، وبيبقى سهل عليكم وبسيط. بصوا اخضر وجميل ازاي، جميل جدا وهيعجبكم طعمه بجد خرافه. وعجب ولادي وجوزي جدا، هو اللي طلبه مني. وبألف هنا وشفا على قلبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو اي استفسار سيبولي كومنت وانا ارد عليكم. ورب يكون كده الفيديو خفيف على قلبكم. بصوا خضاره وجماله وحلاوته. متنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.